لكم جبت النوادر من أعماق البحور، قافي شعري عند الأجواد يحداني حدي، قافي شعري عند الأجواد يحداني حدي. ارحبوا أهلا هلا يا ضيوف ويا حضور، عندما تبرق مزون السحاب وترعدي، مرحبا باللي حضوره يزيد النور نور، يوم شرف الحفل كل رجل قرهدي. جيت أبارك لك وأهنيك يا الشهم الجسور، في زواجك واجب النية وفي بوعدي، في زواجك واجب النية وفي بوعدي. نايف منح سلال الطويل يا الشبور، أشهد أنه أجودي واللي جابه أجودي، جابه الحر الذي ما يجيب إلا الصقور، أبلج فعله على الطايلة يبقى مدي، نسلب النبا والأهبال وفا فعل ودار، ذاك أبو محمد مناحي ويفداه الردي. آل مسقع عزوته لاحتمال صبخ الشرور، آل مسقع للخنافر حسام ومسردي، آل مسقع للخنافر حسام ومسردي. فعلنا كانه السيل اليماني والجدي، وقحطان مست سروجها فوق المهور، نكسر الهقوى من اخصامنا والمعتدي، وقحطان المجد والعز والفعل مخبر، مجدنا تاريخ الطالع الموكدي، دون نقص في القبايل وحقران وقصور، كل قوم حقها ما يروح ولا يغدي. ولا دعاني يا ابن عمي يجي وانا فخور، ما ذخرت اللي تجمل من بيوت اللداي، ما لها ابن فهد بينما تخفي الصدور، الجزالة في لساني وكاتبها بيدي، بعد باسم الله الرازق الحي الغفور، باسمه انهب القصايد وباسمه ابتدي، بعدها يا هاجسي في الحفل ما انت معذور، قدم بيوت تجمل وبذل بجهدي. لاجلكم جبت النوادر من اعماق البحور، قافي شعري عند الاجواد يحداني حدي، قافي شعري عند الاجواد يحداني حدي. ارحبوا اهلا هلا يا ضيوف ويا حضور، عندما تبرق مزون السحاب وترعدي، مرحبا باللي حضوره يزيد النور نور، يوم شرف الحفل كل رجل قرهدي. جيت ابارك لك واهنيك يا الشهم الجسور، في زواجك واجب النية وفي بوعدي، في زواجك واجب النية وفي بوعدي. نايف منح سلال الطويل يا الشبور، أشهد أنه أجودي واللي جابه أجودي، جابه الحر الذي ما يجيب إلا الصقور، أبلج فعله على الطايلة يبقى مدي، نسلب النبا والأهبال وفا فعل ودار، ذاك أبو محمد مناحي ويفداه الردي. آل مسقع عزوته لاحتمال صبخ الشرور، آل مسقع للخنافر حسام ومسردي، آل مسقع للخنافر حسام ومسردي. والخنافر لا اعتزوا خيالة البلها جهور، كم عقيد الراح من ضربة السيف الندي، والخنافر في نرحب بالجميع في زواج الابن نايف، ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع فيما بينكم بخير. ونرحب بالجميع اللي جاء من بعيد واللي جاء من قريب، والجيران والاصدقاء والاصحاب، ونقول مرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا، حياكم الله وحياكم الله، وهذا الليل المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونشكره على نعمة الأمن والإيمان وطاعة الرحمن. هذه الليلة تعد من أفضل الليالي، نبارك لابننا العريس نايف بن مناحي، نسأل الله له التوفيق وأن يجمع بينهم بكل خير، نسأل الله أن يجوز الشباب اللي يسمعون الآن. وفي الأخير نوصي أنفسنا والجميع بطاعة الله سبحانه، طاعة ولي الأمر بهذه الدولة المباركة، دولة الخير والأمن والأمان. باللي حضوره يزيد النور نور، يوم شرف الحفل كل رجل قرهدي. جيت أبارك لك وأهنيك يا الشهم الجسور، في زواجك واجب النية وفي بوعدي، في زواجك واجب النية وفي بوعدي. نايف منح سلال الطويل يا الشبور، أشهد أنه أجودي واللي جابه أجودي، جابه
ألف مبروك، والله يبني بيتك إن شاء الله في العز والمعزة وطاعة الرحمن. أقول الله يبارك للابن نايف ووفقه لحياته الزوجية. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمعهم في خير. مرحبا بالجميع. مبارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. مرحبا بالجميع. صومنا والمعتدي وقحط المجد والعز والفعل مخبر مجدنا تاريخ الطالع الممكدي دون نقص في القبايل وحقران وقصور كل قوم حقها ما يروح ولا يغدي ولا دعاني يا ابن عمي يجي وانا فخور ما ذخرت اللي تجمل من بيوت اللداي ولها ابن فهد بين ما تخفي الصدور الجزالة في لساني وكاتبها بيدي بعد باسم الله الرازق الحي الغفور باسمها انهب القصايد وباسمها ابتدي بعدها يا هاجسي في الحفل ما انت معذور قدم بيوت تجمل ومثل بجهدي لاجلكم جبت النوادر من اعماق البحور قافي شعري عند الاجواد يحداني حدي قافي شعري عند الاجواد يحداني حدي ارحبوا واهلا هلا يا ضيوف ويا أول ما نقول نبدأ بسنة محمد اللهم صل وسلم عليه، نقول بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. الشيء الثاني بعد المباركة نقدم اعتذار للربع النبا في الزواجات اللي سبقت على عدم الحضور، والاعتذار هذا لوفاهم ولعلومهم الغانم معنا ومع غيرنا، وجينا مهنين ومباركين ومشاركين في هالفرح، والربع إن شاء الله أنهم محبوبين ولا جو هالجموع إلا من غلاهم ومن وفاهم مع الرجال. أحب أبارك للابن نايف وأقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما في خير إن شاء الله. على الشحن والطيب من عقب فنجان مبروك يا نسل السحور الشهيرة يا نايف المطرخ يا طيب الفال واليا حصل للمجد سمعه ونيره عزوة نبات زاهد بين الأفعال عزوة نبات زاهد بين الأفعال عيال عود له بالأمجاد سيره يلا عسى له جنة الخد منزال عون اليتيم اللي ظروفه عسيره وبيته على مقل للضيف مذهال نسل الشيوخ اللي تقود المسيره هلا درتمه والفعل مارث اجيال هلا درتمه والفعل مارث اجيال هلا دمسقع بالسيوف الشطينه بسيوفهم كم حولوا براس خيال قلته وانا من لابت بالجزيره يحكي بها التاريخ مضرب للامثال يحكي بها التاريخ مضرب للامثال هلا دبن دراج وقت المغيره افعالنا. أول شيء أحب أبارك للمعرس أقول له إن شاء الله الله يوفقك بالتوفيق إن شاء الله. ثاني شيء أرحب بالجميع اللي جانا من بعيد وجانا من قريب ويا مرحبا ومسهلا بالجميع. أرحب بالجميع ترحيبة قحطان أرحبوا ثم أرحبوا سلم قحطاني ومرحبا بالجميع وكل ما نحب أن نقوله نقول اللهم بارك لهما وبارك بينهما واجمع بينهما في خير. على الرسول اللي عن الحق مامان يا مرحبا يا اهل الوجه السفيره يا مرحبا وعداد ما هل همال بالليل فول الحفل من كل ذره على الشحم والطيب من عقب فنجان على الشحم والطيب من عقب فنجان مبروك يا نسل السحور الشهيره يا نايف المطرخ يا طيب الفال واليا حصل للمجد سمعه ونيره
نبارك لنايف بن ناحي ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. ونرحب بالجميع القريب والبعيد ونقول لهم مرحبا ومسهلا. نقول مرحبا والله ومسهلا يا ضيوفنا اللي حضروا من بعيد ومن قريب. والله يوفقك يا ابن بيتك يا ابو مناحي ويرزقك بذريه صالحه. يلا عسى لجنة الخد منزل عون اليتيم اللي ظروفه عسيرة وبيته على مقل للضيف مذهل مثل الشيوخ اللي تقود المسيرة هلا ردمه والفعل مرث أجيال هلا ردمه والفعل مرث أجيال هلا دمسقع بالسيوف الشطيرة بسيوفهم كم حولوا براس خيال قلته وانا من لابت بالجزيرة يحكي بها التاريخ مضرب للامثال يحكي بها التاريخ مضرب للامثال الا دبن دراج وقت المغيرة افعالنا تسطي على كل عيال خنافر العد الجموع الخطيرة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وأسأل الله تعالى أن يبارك لهما وعليهما ويجمع بينهما في خير. وأسأل الله تعالى أن يبني بيته وأن يوفقه ويسعده دنيا وآخرة. أيها الإخوة، ليس هناك كلمة إلا أو عمل يفعل في هذه الليلة ليلة الجمعة أعظم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا أخوة، صلوا عليه، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله به عليه 10 كما جاءت في الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أيها الإخوة أن هذا المجلس يشهد لنا يوم القيامة إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون هذا المجلس أنتن مجلس إذا لم يذكر اسم الله تعالى أو يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل عليه صلاة دائمة وسلاما دائما إلى يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما الآن كلمة يلقيها الشيخ مطلق بن محمد بن نبا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميع. الله يحييكم تحية المطر في سنة عيدين وذا العيد الثالث باسمي وباسم اخواني النبا وربعي الردمة تزقعه. نرحب بالجميع والله يحييكم ونقول نبارك لولدنا والله يجمع بينهم بالخير. وهذه من أبرك الليالي اللي تجمع الجميع، والله لا يهينكم ويثمن اخطاكم اللي جايين من بعيد وجايين من قريب. الله يحيي الجميع، مرحبا ومسهلا، الله يحيي الجميع. السلام عليكم. كلمة لسعادة الدكتور مشعل العتيبي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما اجتمعنا وإياكم في هذه المناسبة الكريمة، هذه المناسبة المباركة التي ما جمعنا فيها إلا لنشتري رحمة الله عز وجل. يشتري رحمة الله ذلك المسن الكبير الذي جاء وقطع الأميال ليبارك ويشارك أرحامه. يشتري رحمة الله ذلك الذي قد يعاني ما يعاني من مرض
أو هم يقلقه ويقض مضجعه فجاء ليشارك ويبارك ويكون بقرب أرحامه. فهذه من نعم الله عز وجل علينا، نتواصى ونتواصل ونتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأنفاس التي إنما هي تشهد لنا بعد الممات وتبقى لنا نفسا ينبض ونحن في قبورنا. هذا النفس وهذه النبتة الذي جئنا من أجله هذا اليوم، هذا الشاب الذي يتزوج، نسأل الله أن يبارك له ويبارك عليه ويجمع بينه وبين زوجه في خير. هذه النبتة المباركة إنما جمعت الرجال والكبار والمسنين، وجمعت الأرحام والجيران والأقارب، ما اجتمعوا إلا ليحيي شعيرة من شعائر الله عز وجل. وهذه من نعم الله عز وجل علينا. قد لا يكتب لك أجر في صلاة، فإنما الصلاة كفر تاركها، وهي العهد الذي بيننا وبينهم، فمن تركها فقد كفر. وقد لا يكتب لك أجر في صيام رمضان، أجر تعلم أنه تقضي فريضة من فرائض الله عز وجل، وقد لا تجد الرحمة من الله عز وجل في هذا الصيام، ولا تجد الرحمة في الصلاة، فإنما أنت تؤدي لتخرج من دائرة الكفر إلى الإسلام. لكن قد تصاب برحمة من الله عز وجل وتؤجر أجرا عظيما، وأنت ما جئت لهذه المناسبة إلا لتشتري رحمة الله وتتقرب إلى الله وتبتغي ما عند الله وتمد يدك لتبارك وتبتسم وتشارك وتعين. وهذه من نعم الله عز وجل علينا وعليكم. فلنجدد النية أننا ما جئنا إلا لنخلص النية لله عز وجل، ونبارك لأنفسنا ونبارك لهذا العريس هذه الليلة. وأقول لكم والله كل شيء سيذهب هباء منثورا، الأعمال في الدنيا كلها ستذهب هباء منثورا، حتى لو عملك للدين سيذهب هباء منثورا إذا لم يكن خالصا لوجه الله عز وجل، إذا لم يكن لله وفي الله، وإلا سيذهب ولن تجد هذه الأنفاس حية لك بعد الممات. هذا الشاب الذي أعرس هذا اليوم وتزوج إنما هو نفس يسعد والده ويسعد جد 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 جده حتى وهم في قبورهم، لأن هذه الأنفاس وهذا النسل الذي سيتجدد وسينمو وسيكون ذكرا كما قال عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في أرضه، إن قلتم وجبت فقد وجبت له الجنة، وإن قلتم وجبت فقد وجبت له النار. فنحن وإياكم ما اجتمعنا إلا لنسعد أنفاس إن لم تكن معنا فهي في القبور تسعد، لأننا تواصلنا وأن الله عز وجل يغدق عليها من رحماته وهي في القبور. فأسأل الله بأسمائه الحسنى أن نكون وإياكم ممن يتواصلون ويتواصون على هذه المناسبة. أقول هذه المناسبات هي تحيي القلوب، وهذه المناسبات هي تقطع القطيعة وتجعل القطيعة والهجران بين الأرحام تجعله يقطع ويتقربون إلى الله عز وجل. فكم من هاجر وكم من قاطع وكم من بعيد عن أرحامه، لكن بالاتصال وبالمواصلة وبالتقارب معه تلتف القلوب لترضي الله عز وجل. ونحن وإياكم أموات، أبناء أموات، وإنما نحيا بهذه الحياة مع الله عز وجل، حيث يقول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فنحن وإياكم استجبنا لله وللرسول لهذه الحياة التي نرجو أن تكون حياة لنا بعد الممات. أبارك لأخي نايف، وأبارك لأبناء بالنبأ، وأبارك للجميع، وأسأل الله بمنه وكرمه أن نكون وإياكم ممن يتواصلون على الخيرات. وأصلي وأسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة يلقيها الشاعر فالح بن عايض الخنفري. أرحب بضيوف حفلنا الكرام، أقول أرحبوا يا مرحبا. هذه الساعة المباركة في عرس أخونا نايف بن مناحي الله يوفقه. أقول قال: من هو بالتماثيل يختار الجزيل،
قال من هو بالتماثيل يختار الجزيل وانبدع زين الطواريق جاب خيارها شاعر ما يلعب الا على الوزن الثقيل والبيوت النادرة هايسة يختارها شاعر ما يلعب الا على الوزن الثقيل والبيوت النادرة هايسة يختارها مرحبا في حفلة بن براع الجميل مطلق اللي كل عزوة عرف مقدارها مرحبا في حفلة بن براع الجميل مطلق اللي كل عزوة عرف مقدارها مطلق واخوانها اللي مورجهم ذبيل ربعنا اللي بالمراجل السوق انظارها مرحبا باللي تعنى وجانا بالجبيل مرحبا والشاذلية يفوح بهارها مرحبا باهل المواجيب والراي الدليل عد ما لاحت بروق انتهى الامطارها في زواج ابو مناحي عسى عمره طويل جعله مبارك ومكفي جميع اشرارها مرحبا عند دار ردمه مروي للصقير ربعنا اللي بالجمايل الشيعة اذكارها مرحبا عند دار ردمه مروي للصقيل درعنا اللي بالجمايل تشيع اذكارها صل مزقع فزعة اللي برك ما فيه حيل عزوة يعرف نباها وطيب اشوارها من مطانيخ الخنافر مزبت الدخيل لابت عند الملاقة تبيع اعمارها تنعرف فزعاتهم لا قد خشم الفتيل لا تناخى والمعادين فوق مهارها تنعرف فزعاتهم لا قد خشم الفتيل لا تناخى والمعادين فوق مهارها ضربهم بالروس العيون منسوع الجديد لا نختهم عند وضح غوى مختارها ذا وكل في حقه وتركه مستحيل والقبايل بالجمايل طوال اشبارها تحت هيبة حاكم للعرب ظل ظليل سيدي سلمان حامي جميع ديارها تحت هيبة حاكم للعرب ظل ظليل سيدي سلمان حامي جميع ديارها الملك اللي على الشعب له خير فضيل ولا حسبنا حساب ناس اللي عب اشوارها صفنا واحد ولا همنا هرج الذليل ولا يكفينا شرور الدول واخطارها والسلام ختام قافي عدد وابن المخيل في حفل ربنا على الطيب شبت نارها واسالك الجميع صح لسانك واعتلى شانك. أما الآن مع الشاعر محمد بن سلطان آل كليفيخ الخنفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نبارك لأخونا نايف ونقول الله يوفقك لما يحبه ويرضاه. يا مرحبا يا أهل الوجيه السفيرة، يا مرحبا وعداد ما هالحمال، بل لفوا للحفل من كل ديرة على الشحم والطيب من عقب فنجال، بل لفوا للحفل من كل ديرة على الشحم والطيب من عقب فنجال. مبروك يا نسل الزحول الشهيرة، يا نايف المطنوخ يا طيب الفال، واليا حصل للمجد سمعه نيرة، عزوة نبات ازهاه ذربين الافعال، عيال عود له بالامجاد سيره وبيته على ما قيل للضيف مدهال، عيال عود له بالامجاد سيره وبيته على ما قيل للضيف مدهال. عون اليتيم اللي ظروفه عسيره يلا عساله جنة الخلد منزال، عون اليتيم اللي ظروفه عسيره يلا عساله جنة الخلد منزال. نسل الشيوخ اللي تقود المسيره الاد ردمه والفعل مارث اجيال، الاد مزقع بسيوف الشطيره بسيوفهم كم حولوا راس خيال. قلته وانا من لابتم بالجزيره يحكي بها التاريخ مضرب للامثال، قلته وانا من لابتم بالجزيره يحكي بها التاريخ مضرب للامثال. الاد بن دراج وقت المغيره افعالنا تسطي على كل عيال، الاد بن دراج وقت المغيره افعالنا تسطي على كل عيال.
حنا خنافر نعوق الجموع الغفيرة وحماية الذيدان في يوم الأهوال، وكل القبايل نعم ما به قصيرة، اللي بنوا للطيب مجد ولا زال، وصلاة ربي عد نبت البذيرة على الرسول اللي عن الحق ما مال. سلامتكم. صح لسانك الشاعر محمد بن سلطان. أما الآن قصيدة يلقيها الشاعر محمد بن فهيد الغطة الخنفري. سلالة طويلين الشبور أشهد أنه هجودي، واللي جابه هجودي جابه الحر الذي ما يجيب إلا الصقور، أبلج فعله على الطايلة يبقى مدي، نسل بالنبا وله بالوفا فعل ودور، ذاك أبو محمد مناحي ويفداه الردي، المزقع عزوته لحتما شمخش، المزقع عزوته لحتما صمخ الشرور، المزقع الخنافر حزام ومسندي، والخنافر لا تزو خيالة البلها جهور، كم عقيد راح من ضربة السيف الندي، والخنافر في نهر المواجه ما تبور، من نواهم في تعوذ ويركض ويهدي، والجحادر لابتي من على مر العصور، فعلنا كنه سهيل اليماني والجدي، وقحطان مست سروجها فوق المهور، نكسر الهقوة من أخصامنا والمعتدي، وقحطان المجد والعز والفعل مخبور، مجدنا تاريخ الأبطال علم موكدي، دون نقص في القبايل وحقران وقصور، كل قوم حقها ما يروح ولا يغدي، لا دعاني ابن عمي أجي وأنا فخور، ما ذخرت اللي تجمل من بيوت لدي، قالها ابن فهيد من بين ما تخفي الصدور، الجزالة في لساني وكاتبها بيدي. صح الله لسانك واعترى شانك. شبل الظافر قصيدة يلقيها الشاعر ناصر بن مفلح أردحل الخنفري. مساكم الله بالخير. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. أقول عد ملاحة بروق المطر وانشى الغمام، وعد من صلى مكة وزار شعابها، يا سلام الله على ضيوفنا واثني السلام والقرايح عندنا صافي مشرابها، مرحبا ترحيب النور هيجل الظلام، عند ربع تكرم ضيوفها واصحابها، في زواجك الف مبروك يا نسل الكرام، بارك الله في زواجك وانا ببدا بها. محفل وجيه الخنافر مروين الحسام، عزوة بالحرم محد جهل مضرابها، الشجاعة سلمهم والوفا والاحترام، ذي عوايدها ودستورها وكتابها، وانت يا نايف من اللي لهم قدر ومقام، ربعنا اللي يعرف المجد روس احرابها، ابن مسقع لا تزاين عرف شرق وشام، سيف عز الا لقى القوم قص رقابها. ابن مسقع لا تزاين عرف شرق وشام، سيف عز الا لقى القوم قص رقابها، فزعة بالضيق ما تجهل ودرع وحزام، لا قست بقعة وقامت تحد انيابها، قلتها وانا بن ظافر اللي يشتد الزحام، احتمل ميقاف النار من شبابها. قلتها وانا بن ظافر اللي يشتد الزحام، احتمل ميقاف والنار من شبابها، وباقي لي بيت اقوله قبل مسك الختام، اسمعوني والمعزة لها طلابها، مرحبا ترحيب النور هيجل الظلام، حد من صلى مكة وزار شعابها، وسلامتكم اعذرونا على الكسوف.
صنف القبايل وحقران وقصور كل قوم حقها ما يروح ولا يغدي ولا دعاني يا ابن عم يجي وانا فخور ما ذخرت اللي تجمل من بيوت اللداي ولها ابن فهد بينما تخفي الصدور الجزالة في لساني وكاتبها بيدي بعد باسم الله الرازق الحي الغفور باسمها انهب القصايد وباسمها ابتدي بعدها يا هاج سيف الحفل من تم عذور قدم بيوت تجمل وبذل بجدي لاجلكم جبت النوادر من اعماق البحور قافي شعري عند الاجواد يحتاني حدي قافي شعري عند الاجواد يحتاني حدي ارحبوا واهلا هلا يا ضيوف ويا حضور عندما تبرق مزون السحاب وترعدي مرحبا باللي حضوره يزيد النور نور يوم شرف الحفل كل رجل قرهدي جيت ابارك لك واهنيك يا الشهم الجسور في زواجك واجب النية وفي بوعدي في زواجك واجب النية وفي بوعدي نايف النحل سلال الطويل الى الشبور اشهد انه اجودي واللي جابه اجودي جابه الحر الذي ما يجيب الا الصقور ابلج فعله على الطايله يبقى مدي نسلب النبا والاهبال وفا فعل الودار راكب محمد مناحي ويفداه الردي
أقران وقصور كل قوم